يلا السلام عليكم يا شباب. اهلا بيكم في قناه اساطير الطعم. ان شاء الله النهارده هنقدم لكم اكله جميله ومغذيه ومفيده ومتاحه في كل بيت. الاكله هي عباره عن البطاطس المهروسه، ودي تنفع في الغداء والعشاء والفطار والرحلات، وان شاء الله تحوز اعجابكم باذن الله. المكونات عندنا كيلو ونص بطاطس مسلوقه، سلقناها وقشرناها وقطعناها حتت، وبعدين عندنا الدقه المحترمه بتاعتنا اللي هي بالفلفل والملح والكمون والليمون وكده. ومعانا بقى الخضره، الكزبره والكزبره والبقدونس، ومعانا التوابل بتاعتنا، ومعانا الفلفل الالوان والفلفل الاخضر. وان شاء الله ما تنسوش بقى طبعا تعملوا اللايك والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتنا الجميله. ويلا بينا نبدا بقى نشوف هنعمل ايه. هنحط الصينيه بتاعتنا على النار، وانتوا عارفين ليه استخدمنا الصينيه ما استخدمناش طاسه، لان طبعا الكميه كبيره فلازم نحط الصينيه عشان تستوعب الكميه. هننزل بالزيت وبعدين ننزل بنص الدقه، وبعدين ننزل بعد ما تاخد كده ننزل بقى ايه بالبطاطس. البطاطس لازم تاخد صدمه، فهننزل بيها على مرتين ونقلب تقليبه خفيفه عشان ما تخليش البطاطس بيضه كده وملهاش ومش مش واخده الجوسي بتاعها والطعم الجميل بتاعها. وبنقلب زي ما انتم شايفين كده، وبعدين نهرس البطاطس، وبعدين نبدا بايه، بننزل بنص كميه الدقه اللي احنا كنا راكنينها من الاول، وبرضك نديها تسويه على النار. وبعدين ننزل بالفلفل بقى الالوان والفلفل الاخضر. طبعا احنا عاملين فلفل احمر وفلفل اصفر اهو زي ما انتم شايفين، وفلفل اخضر، فلفل الوان بيدي منظر جميل. وبعدين ننزل بالتوابل اللي شفتوها، الملح والكمون والبابريكا والسبع بهارات والحاجات الجميله المتاحه في كل بيت. وبعدين نقلب. طعم جميل جدا وريحه جميله، وتنفع لكل الوجبات ولكل الاعمار، وصحيه، وان شاء الله تحوز اعجابكم باذن الله. طعم والريحه جميله جدا جدا جدا. ودي بقى سياسه الطبق الواحد بقى، ان الناس كلها تاكل وتتغذى من طبق واحد وهي مبسوطه. هننزل بقى بالخضره الجميله اللي هي الكزبره والبقدونس، طبعا اللي ما تحلاش بيها البطاطس المهروسه الجميله. ونقلب تقليبه جميله، وادي الشكل العام الجميل. طبعا مش عاوزه اقول لكم نحط بقى شويه خل ظراف جميل جدا كده عشان نبقى ايه الريحه بقى طالعه جميله جدا جدا. مش عاوز اقول لكم ايه الجمال ده. طبعا حضروا بقى العيش والسندوتشات وبالهنا والشفا. وما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.